السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النهار أسدل الستار كما كيقولوا على ديك المحاكمة ولا ديك التمثيلية، هذاك الفيلم ديال سعد المجرد في فرنسا مع ديك كيقولوا لها بريول، ما شادش الاسم ديالها، ما باغيش نشدو كاع. هذيك الفرنسية اللي ادعت بأن سعد اغتصبها جنسيا. انا الحقيقه ما عارفينش حنا الحقيقه، يعني تلكيلي يعني كيما هي مشات معاه، راه هذه معروفه في اوروبا، تمشي معاك غير ما تفهمش حتى هي ولا يوقع غير شي خلاف بسيط، راه التهمه لاصقه بانك كاين لو فيول سيكسيال، كاين الاغتصاب الجنسي. تقول لك الاغتصاب الجنسي راه اغتصبني جي، وحيد لها من راسها، حيد لها من راسها، يلا نقول مغتصبين جنسيا صافي كيديوك. لا ما درتش لا راك اغتصبتها. الكلمه ديال اللي هي فوق الكلمه ديالك نتايا، راه هادشي اللي وقع. كتقول انت غير ضربتها ولا دفعتها ولا سموتي وكنتي مخدر وكذا، وما انت قلتي هاد ضربتيها وما قالوك اغتصبتها، المدعي لا قال لك اغتصبتها، المحامي قال لك اغتصبتها، غادي يا صاحبي للحبس بيدك، غادي لفرنسا تتحاكم. انا ما فهمتش شكون هذا ولا هادي اللي راه يوعى لك هذا الري وقال لك سير تحاكم، سير كمل المحاكمه. سيدي هذه كمل المحاكمه، يا لا الحبس دوزت شي عام ونص وقيله، الا راني عاقل. ولاش غادي راجع اخويا؟ جلس في دارك، جلس في المغرب اخويا. الا بغاوك هما يجيو عندك محامي ديالك، وكل المحامي راه بيحضر المحاكمه. علاش غادي انت برجلك غادي للحبس؟ وكون غاب وحدك ما دايم مجوج والمراه حامله، لا حول ولا قوه الا بالله. والله القسم انا ما فهمتش واش باغي تزيد الشهره بهذه المحاكمه، ما فهمت والله، ما فهمتش شي حاجه، ما فهمتش. انا واحد غادي لفرنسا باش يدخل الحبس، انا ما فهمتش. كنت غير شي قضيه يعني شي قضيه اللي تستاهل، يعني شي قضيه، شي فكر ولا شي حاجه، شي لعبه، ولا هذه قضيه اغتصاب. مشات عليك مغتصب، مشات عليك، واخا انت باري كتقول انا باري من هذا الاغتصاب، ويني مشات عليك 6 سنين. عباد الله راه ما سهلاش. والام الله يكون في عونها، والاب ديالك الله يكون في عون الوالدين، راه هي الصعيبه، هي الوالدين ديالك هما اللي غادي ياكلوا الدقه، ماشي انت راك غادي. الام والاب ديالك هما اللي مساكن الله يكون في عونهم. اما الزوجه هديت ولا حاره راه تكون مدمره، دمرت صاحبي حياتك، دمرت عائلتك، دمرت حياتك العمليه، دمرت كل شيء صاحبي باتخاذ قرارات شنو نقول لك سبيانيه. شكون هذا اللي قال لك سير لفرنسا تحاكم صاحبي؟ شكون قالها لك؟ واش صاحبي مشيتي في واحد الوقت حساس؟ فرنسا كتكره شي حاجه سميتها المغرب، ولات كتكره شي حاجه سميتها المغرب، ولا شي حاجه سميتها مغربي. واش عباد الله ما كتفكروش بعقلكم غادي لهاد فرنسا كتكره شي حاجه سميتها المغرب راه ولا مزاحم. فرنسا باغات مازال عندهم ديك العقليه الاستعماريه، مازال كتنظر لنا حنا على اننا لتحت. فرنسا خصها غير ما تاكل، وزايدين بها 6 سنين الحبس و5 سنين ما تدورش في هاد فرنسا واش راه تعطينا الخبز؟ ولا هاد فرنسا هي جنه الله فوق الارض؟ فرنسا بلد استعماري معروف. فرنسا التاريخ ديال فرنسا معروف، التاريخ ديال فرنسا اي واحد مغربي يقول له التاريخ الفرنسي يسردوا لي. فرنسا بلد استعماري، بلد ديال الدم، معروفه عبر التاريخ. كنتاسفوا هادشي اللي وقع لسعد، كنتاسفوا للعائله، الله يصبرهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. كتدفع الثمن ديال التهور ديالك يعني ما قبل وما بعد، يعني حتى اللي رايا عليك، وهاد الخفه ديال انك تمشي تحاكم فرنسا هذه ما عادش شحال وانت كتحاكم. يا سيدي لاش غادي راجع؟ ما رجعش لهاد فرنسا، ولا غير حكم جهز الطياره وسير لفرنسا تحاكم. انت حبيبي راك في الحبس، ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.